ساعات بتلاقي نفسك انك مبسوط لوحدك، وساعات بتلاقي نفسك متضايق من غير سبب. ده بيحصل لنا كلنا. ده بيبقى سببه ايه؟ ده بيبقى سببه مشاعرنا، لان المشاعر هي لغة الحياة بتاعتنا. ومعانا ثالث حلقة في بودكاست لحظة وعي. المشاعر بتاعتنا مش سبب في الضعف. احنا ممكن يكون في ناس كتير اتربوا على ان المشاعر دي نوع من الضعف، وتربينا بصفة عامة على كبت المشاعر. بس في لحظة وعي احنا بنقول انه المشاعر بتاعتنا هي اللي بتحركنا، المشاعر بتاعتنا هي اللي بتورينا الطريق الصح. ازاي؟ ممكن يكون ناس كتير جدا اتربوا على انه الراجل ما يعيطش، البنت ما تضحكش بصوت عالي، الزعل ده ضعف، الاحتياج دي حاجة مش كويسة انك توضح للناس انك محتاج لهم او انك عايزهم. فبالتالي ان احنا هنلاقي اغلب الناس عندها كبت مشاعر، متعرفش تطلع مشاعرها صح. ليه؟ لان هم اتربوا على ان المشاعر دي غلط، انه لما يبقى عندي مشاعر ما ينفعش ان انا اصرح بيها، لازم ان انا اخبيها. طيب احنا هنعمل ايه؟ هنبتدي نظهر مشاعرنا. هنظهر مشاعرنا ازاي؟ ان احنا الاول نبتدي نفهم ايه هي مشاعرنا، نفهم مشاعرنا دي بالظبط بتتكلم عن ايه. المشاعر زي اشارات المرور. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل حاجة انت بتحس بيها هي بتنور لك حاجة معينة في حياتك. زي ايه؟ خلينا نقول امثلة عشان الناس تفهمنا اكتر. لما بتكون فرحان مشاعرك بتقولك انك انت الحاجة اللي انت بتعملها دي صح، امشي فيها، بتوضح لك الطريق بتاعك. لما تكون غضبان مشاعرك بتقولك انه في حاجة غلط هنا، في حاجة مش مناسبة معاك، في حاجة مش مظبوطة. لما بتجيلنا مشاعر حزن من مكان معين او من حاجة معينة، انت مشاعرك بتنبهك وبتقولك سيب المكان ده او امشي، هو مش مناسب ليك. في نفس الوقت المشكلة ساعات ان احنا مش بنعرف نفهم الاشارة. المشكلة الاكتر ان احنا بنرفض الاشارة بتاعت مشاعرنا. اول خطوة عندنا في لحظة وعي ان احنا نقدر نعرف ايه هي المشاعر اللي احنا بنحس بيها دلوقتي. هل انت مبسوط؟ هل انت زعلان؟ هل انت عملت حاجة ومتضايق؟ هل انت بتلوم نفسك؟ اول خطوة هنعملها ان احنا الاول نفهم مشاعرنا، نبتدي نفهم مشاعرنا عايزة تقول لنا ايه، ما نهربش منها. المشاعر مش عدو لينا، المشاعر رسائل من نفسنا لنفسنا عشان نقدر نمشي في الطريق الصح.